والله شي ما بيشبه شي عن جد، شي بشهي. عمي خليكم مثل ما كان بدي اصفكم هيك. ايوه خلص. هاتي الخس كمان، حط خس هيك، بحس انه احلى يتعبى الطوارئ الخس. ولا شو رايكم انتو؟ هيك شو رايكم بالصحن؟ هيك صار ارتب واحلى. ويلا نشوف شو ضل عنا اشياء نساويها يا جماعه. الطبخه اللي طبختها اليوم الريحه لا تقاوم، ريحه غرام. يعني حطي زبادي لبن حبيبي. زبادي. بتعرفي شو كنت لازم اسوي؟ كنت لازم اسوي توم. ها ماما؟ كنت لازم اسوي توم. توم لشو؟ كريم توم جنبها. توم؟ ايه ما في العمى. انا الفرن عندي برعب. شوفوا لي هالمنظر، شايفين؟ شي ما بيشبه شي. عجبني شغله فيكم نكون دقيقين كتير كتير بالملاحظه، اللي هو انه وقت طبخنا البوات ما صورت الطاوله. صورتها. ماما شو بدك؟ بدي كم خصله هيك بنحطهم بس على وش الصينيه. لا لا مثل ما عملتهم ماما، بس هيك شوفي. لك ما تدخل. لا ربي هيك مثل ما هو تركيهم. بدي ازين فيهم بس هيك. عرفتي كم وحده؟ بس شي 4-5 حبات بس. فاللي صار اني انا ما صورت. صرت تكتبوا لنا نوش انا ما بتحب الاكل فما صورت انه فيديو الطاوله الشكل النهائي. والله ايه لانه كثير وقتها سميت عن جد بالذات. هلا قبل الاكل ما كنت مسمومه عادي انه خلص خلصنا، بس على الاكل ريتشو كثير استفزني. شفت ردة فعلي؟ جنيت عصبت، فهمت؟ فضيت طاقتي كلها بالبيت. كمان كانت ماما شوي تعبان. فانا عن جد طبيعتي اذا بكون انه قايمه على الشغل مثل المجانين او بشتغل زياده عن اللزوم كنت بدي افرغ طاقه. يعني ما بعرف انتم كيف شو بتعملوا اذا تضايقتوا وانزعجتوا او اذا حابين تفرغوا طاقه بغض النظر اذا متضايقين ولا مو متضايقين. فانا حدا كنت متضايقه او اذا كان حاسه عندي طاقه كثير عاليه وحابه اني فاضيه، فيا بعزل يا بعمل او اي شيء او برتب. بصير اشتغل بلاوعي عن جد. بصير انه اي شيء دائما بيطلع بدي اشتغل وخلص بدي اشتغل. بارحه ما قعدت للساعه يمكن 1:30 بعد تحممت وهيك وقضينا سهرتنا للساعه 5 ونمت. فهذا الصحن هيك صار شكله. وهون ترتيبات هيك شايفين. هاي الكبه اللي عملناها اليوم شويه مخللات والفتوشات وهي ايه. يلا سكوتر وانت جدو؟ بدك تروح على السكوتر؟ ها؟ هذاك حردان بده يهرب من البيت. شبك بس لانه تنكيسو شكته قام قال لها كيف عمل تنكيسو؟ كيف عمل سند؟ راح يصالحها يا خيي. شكته. كنا قاعدين عم ناكل اب شكته امام من على الاكل يعني معصب. قعد هنيك وصار يقول لها شو اسمه انه لا اي لاف يو، عمل لها حركه القلب. قلت لك عيدها ما كان عيدها. وين رايح انت؟ استاذ سند. باي ماما اخذت اذني؟ تعطي بوسه لماما. لا لهون. العمل بدكم ترباي مجلس ماما. شو؟ طيب انتوا اخذتوا اذني اذا بدكم تروحوا؟ سالتوني اذا فيكم تروحوا؟ ماما بليز روح أسوار. وانت بيتك هلا اجيب لك اياها. شبك يبيضوا مثل حكايه هاي. انت سالتني قبل ما تطلع؟ اسمعني شوي. نعطيها لسند معلش. نجيب هلا. في غيرها يلا في. تعي حطها بيدك. لا خلص. يلا ها خلاص ها يلا. هلا في وحده ثانيه. يلا خلاص. هاتي بجيب لك هلا من الكرتونه. دع انت ما البنات هدول البنات اعطيني اياها لاشوف. هلا بجيب لك الثانيه. سند انت سالتني اذا بدك تطلع من البيت؟ قلت لها ما بدنا نروح انا وجدو. ها؟ كمان لا خليني بجيب لك. عينهم بياي. طيب ماشي حجيب لك هي. بس ما تروحوا. لا ممنوع نروح. لا ما نروح. لا ما راح. أنا كمان. استنوني. يا عمري يا عمري. عشان ما تكون انتوا.
طيب انت ساعدني اذا بدك اذا بسمح لك تروح. هلا ماما لو سمحتي. لا بليز ماما. ولا تاتا. بس حبيت اذكرك انه انا امك. ها قول لها ماما اسمحي لي اروح مع جدو. يلا قول لها يلا. خلينا على بليز لانه لو سمحتي كثير صعب عليك. لا يعرف يقولها. وقت اللي بده طلع هلا بالذوق انه يعني اسالها ولا ما اسالها. يلا قولها لو سمحتي ماما. ما عم بسمع الصوت الحنون، الطبقة الواطية. علي صوتك لشوف. شو؟ ما سمعت. عايدة كمان. ما سمعت لا. هلا لو سمحتي ماما. شو بدك؟ ما سمحتي ماما. ترى الخجل يا خيي خفار انتوا لازم افرجيكم اياهم بس يلعبوا صوتهم بتعبي البيت. الله وكيلكم. طلع اجيب له هاي السواره. مو السواره هاي اما اخذ له اياها. هلا بجيب له وحده عادي. تفضلوا لسه ما لحق اطلع. سند عن جد ما في يوم مستحمل. وين وقع؟ هون. ايش ناوي تجنني يعني؟ خذ جبت لك يا شو؟ ماما كان عم احط له اياها وحده. خذ. لا يسلموا ماما. ايش تقول لها ماما؟ يلا حط ايدك جدو هات تسوي لك اياه. يلا هات تسوي. خلص ما بده اياه اترك له اياها بالبيت. كثير صاير السنه كثير متغير هلا ببلشوا. بس تصير تاتا تصير. هات ايدك. هي عليه بنوتات. ومو عاجبتك؟ هاي بنوتات. يلا حطها في شعره. يا هذا في سعدان. في اسد. في فيل. هاي حيوانات انت بتحبها. هات ايدك. ايه خلاص. بس تجي تاتا حطي لها بالثاني. روح يلا. طيب وش حاطك بدك تروح فيها؟ حط له اياها. ايش حاطك؟ ايه معلش. تنتين. ماك عينه بالكرسي. لا بعده. يلا شوي شوي تاتا. استنوا ايوه. جدا. يا ولدي مجددين جدا ستة الله وكيلكم. هاي قطع عنا امي. يلا معكم يلا. وين اجى على راسه؟ امبارحة عينه. هون شايفين شلون مزرقة شوي؟ ولا اليوم راسه. ابني انت لا يسلموا. لا ما بدي هاي. ما بده هاي. بدها بلو. بدك هاي؟ بدها بلو. هاي. هاي في بلو ماما في بلو. بنات تاتا. كم وقع بيكون. صار عنده تنتين هلا. شو؟ أما حط له وحدة ثانية هذه الإجرة. صار عنده تنتين. لا ما صار عنده تنتين. هذيك الثانية اخذها عمه خلص. روحي. لا باي ماما. شوي كان طير. تعالي استنى تعالي. استنى. الموت ياخذ واحد لا بدي ياخذهم الاثنين. اثنين سوا جميل. ايه الاثنين. دقيقة افتح له الباب. هتفتح له الباب. لا بياخذوا عطوه اثنيناتهم ماما. لا شو اثنينات؟ ايه برافو. شوف فرجوني. ولا كمان. وين؟ ما راح نسعى ثلاثنا ثلاثة. يلا ها. يمسكوا مزبوط ماما. يلا باي اعملوا لي باي. أوكيكم بعد الإفطار أنا دغري عم بنعس نعس مو طبيعي. وأنا مشكلة عقلت ريتشو مثل ما قال نومتي غير نومته. يعني هو إذا نام له ساعة أوكي بس أنا أقلش بدي ساعتين ونص مش أحس حالي إني عن جد نمت. يا ويلي يمكن نمت شي ساعة 8 إلا 10 تقريبا. ريتشو فاق 9. أنا لا بدي بعد نبقى فقت شي 10 إلا 10. ولو ما انه ريتشو انه قومي بدي نتحلى بدنا كذا بدي شو يمكن ما فقت. والله يمكن ما فقت. في عم جبنا الشوكولا والهيك خلينا ناكل منه. وجبت لهم دونات. تعالوا هون طلعت دان تحط لي شوية مكسرات حتى هدول بالصحن. السلام شكله بشهي. شكله بشهي. ما بعرف نمت يعني رغم كانوا الاولاد كانوا عم يلعبوا وهيك وكان في ضجة بس ما بعرف نمت. طب والله انتوا شو عم تعملوا؟ والله يا قلبي انا السمبوسك فرزته قبل رمضان عملته خلص نص رمضان يعني مو نص رمضان اكثر يعني 20 من رمضان خلص. عرفتوا بلش سوا بس بيتفرز يعني مدة منيحة يعني
شهرين 3 اكيد مو اكتر، بعدين بتصير لحمة مو طيبة بحس. بس انا ما جربته لانه مدة كتير طويلة، بس ما بصير له شي. يعني هي العجينة عرفتوا حسب العجينة. حتى المعجنات البيتزا هلا مو انا عملتها قبل رمضان بمنيح، ما فيها شي عادي طلعة. بس لما بدي اسخنها بسخنها بالفرن، بطلع بخليها مثلا تحلي شوي بعدين بسخنها بالفرن. عرفت كيف؟ طعمتها ما فيها شي وكتير كتير طيبة، والعجينة حتى ما تغير فيها شي. ليش بدي اكب هذا؟ خلونا نجيب الطنات نرتبهم. فهون بترجع حسب العجينة، وكمان اللحمة بحس اوكي لو العجينة منيحة وكل امورها تمام، بس اللحمة اللي تفرز كتير بحس انه طعمتها ما بتعود طيبة. فما بعرف، انا اللي عملتهم ما طول كتير. يعني ما شاء الله العيلة كلها بتحب السمبوسك او الكبة. الكبة بالذات يمكن فرزت مرة او زاد عندي، خلينا نقول ضلت يمكن شي 4-5 شهور بتسكر. رجعت طلعت منهم هيك بتسكر. وقت ماما كانت عملت لي بعد ما سافرت يمكن ساويته هيك شي بتسكر، بس انه ما تغيرت يعني بصراحة. بس انه هي اجمالا اللحمة حسب شو محشية. وفكرة البطاطا، الكبة ببطاطا ما بتتفرز. طيب هلا اوقات ما بتتفرز، هاي دغري لازم تساويها وتحطيها، يعني لانه حتى تفريزها يعني ما في داعي حتى انكم تحطوها بالفريزر تجمد. يعني امي لما ساويتها دغري كبكبت من هون تقلت من هون. عرفتوا شلون؟ هيك هون كلاتهم مو حطيتهم بالبراد. هلا بفكر الولاد اكلوا الفراولة الظهر. يلا شو حبيبي؟ شوي شوي. القاعدة عم تحضر الحلقة لأنه شو صار؟ لأنه جاحد. يا جماعة أنا أكتر أكلة ما بقاومها وبحبها كتير هي البلغل بندورة غرامي. ما مخلى عم تحضروا الحلقة احضروها ورجعوا لحتى استغرقت تبعت امبارح تبعت الطلبية. يعني نخلص أكل ونقيس الأغراض. أحلى شي ماما خلصت المكنسة زبطتها، بدها بس كان تنظيف، بس نظفتها غير عن كل مرة وصارت تعطيني هي إرشادات ثانية وكذا فمشي حالها. المهم شوفوا أمي جهزت المكنسة، طلعت لفوق عشان تشوف لدي. يلا هلا أعمل لها عرض أزياء لماما، عمل لها هيك وهيك. شوفوا خلينا نقيس الثياب اللي جبناهم جديدة. بسم الله البنات كبون عليكم هون. ايوه خلينا نجرب. هن اساسا مو كتار بس هدول، وفي جينز ورا وفي البنات. معقول؟ طيب هات نبلش بالفساتين. هن اساسا 4 فساتين. طيب شوف هذا الزهر متحمسة اشوفه بصراحة. هذا اول فستان بصراحة عم بجرب الثياب مع الاشياء اللي جبتهم باجري. شوفوا هلا بيلبق عليه هو، شايفين بيلبق عليه لانه طلع كيف فيه لون زهر يعني اوكي يعني حلو. وفيني البس عليه مثلا انه صدرين كمان ملطعة. يعني هلا جايتنا الصيفية فانا بحب البس صندل ابيض كمان. صندل كمان ابيض بيلبق له كتير اشياء حلوة عليه. حبيته هيك ناعم خفيف ما فيه كتير تعجيب. بس عنده واحد مزهر كمان فستان صندل اجركي واطي. بتوقع وديته يمكن البيج مو لا مو البيج، لا اوف وايت جاي لونه. ايه وديته لانه تعرف شو جاي قماش. جاي قماش ولو الاجر نظيفه وكل شيء، بس مكان الاصابع عم بيعلم كثير زعجني مع انه كثير حلو والله ومريح بجنن. فجبت بديله اللي هو هاد. شوف مثلا هذا كيف هون جاي جلد تمام، حتى لو توسخ يعني بينمسح تمام. بس هداك بيعلم. عرفتوا مثلا واحد بيمشي كذا فبيعلم مكانه لو الرجل نظيفة. فكرمال هيك ما حبيته مع اني غسلته والله وحطيته خلص. هذا البيج حسيته شوي كئيب علي اللون ما بعرف كيف.
ولا حلو؟ يلا نقيس. وهاد الفستان مع الكعب الاسود. هلا الكعب الاسود اكيد انا ما جبته بس للفستان، لانه ما عندي هيك شيء حلو نعوم. شايفين الكعب تبعه شو حلو، بس لاني عم قيسهم فحسيت انه لبق له. ما ضروري كل الفساتين البس عليهم انه كعب او شيء، بس كتير حبيت حركته، طلع شو ناعم كتير حلو، حتى ماما حبته، عجبني كتير. شو رايكم انتو؟ والفستان قصته حلو مثل ما قالت ماما. لا احكم عليه، في عنا هون زر. هلا انتبهت له انا عم بعمل ايدي هيك يعني مهضوم. امي بس قالت لي انه هون شوفوا انه جاي فضي مثلا، انه في له قصه، شايفين كيف؟ بس لانه طلعه هو القماشه تبعيته ما بتاخذ بتعطفات، لانه عادي يعني. فشو رايكم فيه؟ حبيتوا هذا ولا الزهر؟ اكتبوا لي. امي بتحب الوان البيج لانه لهذا كتير حلو اللون. حبيت القصة اللي بتجي هون على الجوانب انه تتربط، انه فيني ارخيها فيني شدها، بس انا بالنسبة الي ما بحب شدها اكتر من هيك. شايفين كيف